السلام عليكم، واحب اقول مبروك لكل الناس اللي كانت بتتمنى كابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب. حلم سنين وتمني سنين قد اتحقق. وانا بصراحه كنت من اول الناس اللي رافضه فكره ان كابتن حسام حسن يمسك المنتخب، وهنتكلم بالتفصيل ليه. اول نقطه، الناس مرشحه كابتن حسام حسن او معتمد على كابتن حسام حسن فيها ان هو مدرب عنده روح. والروح حاجة كويسة وتنقل للعيبة وبتفيدك في ماتشات كتير، بس هي الفكرة مش في الروح بس. لو الفكرة تعتمد على الروح، نجيب واحد صوته عالي وعصبي وعروقه بتنفر من جسمه يفضل يزعق للعيبة في الملعب، وقد كان الروح اتوفرت ونشوف الأداء في الملعب هيبقى عامل ازاي. انما الفكرة مش في الروح بس. أول حاجة انت تبص على الخامة اللي معاك. الخامة اللي معاك هل هتأدي فكرك بشكل مناسب ولا لأ؟ 4-2-3-1 اللي الكابتن حسام حسن معتمد عليها من يوم ما ظهر على الساحة من حوالي 16 سنة أو 15 سنة. عندك لعيبة ممكن تفيدك فيها، عندك جون زي الشناوي أبو جبل، عندك مصطفى شوبير قد يكون في الأيام الجاية، عندك محمد صبحي، محمود جاد. عندك خامات كويسة في مركز حراسة المرمى. خط دفاع عندنا ثنائية منعم وياسر كويسة جدا، مش عارف ليه لوي فيتوريا ما كانش بيعتمد عليها. الناحية اليمين عندك محمد هاني في فترات قوة بالنسبة له، عمر كمال ظهر على الساحة. في الناحية الشمال أحمد فتوح لو رجع فورمته، كلنا عارفين إمكانياته. النص الملعب فيه بقى مروان عطية، عندك قفشة، عندك إمام عاشور، عندك ممكن تشوف ناصر ماهر وأحمد حمدي مع الزمالك بفورمة جديدة وفكر جديد. عندك خط الهجوم مع محمد صلاح، ربنا يفك خنقته معانا وينفخ في صورته. وقد يكون الايام الجايه في مشاكل كتير جدا هتظهر ما بينه وبين حسام حسن، نظرا لقوة الشخصيه بتاعت الاتنين. صلاح متعود هو المتحكم الاول والاخير في المنتخب، واقوى من اتحاد الكوره واقوى من المدرب، عكس حسام حسن مش هيقبل حاجه زي كده نظرا لشخصيته القويه. في تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، فانت عندك الخامه الكويسه اللي تقدر تفيد المدرب. بس هي ظروفك انت الفنيه كمدرب، هل هتنفع ولا لا؟ انت عايز تقيم مدرب، تقيمه في اوقات صعبة، خسران 1-0 مثلا، وتشوف هيعمل ايه ويرجع في النتيجة ازاي. في مدربين بتزود مهاجمين وتعتمد على العرضيات. في مدربين بتزود لعيبه في نص الملعب كصناع لعب وكي باصص كويسين بحيث يفضلوا ضاغطين على المنافس. في ناس تانية ممكن يقول لك لاعب في نص الملعب مقابل انه يتحرك للاطراف ويعمل ضغط شامل بعرض الملعب. انما كابتن حسام حسن كل اللي بيعمله وقت الضغط ان هو بيزعل اللعيبه ويزاد عدد المهاجمين، ويبقى الموضوع فيها رجاله وعدم تنظيم بشكل كبير. طيب الناس هتيجي تقول لك اصل احنا عايزين منتخب مدرب وطني هو اللي نافع معانا. طيب انت هتقارن مين؟ هتقارن الجوهري؟ هتقارن حسن شحاته بحسام حسن؟ الجوهري حقق نجاحات مع الاهلي ومع الزمالك وبذلك حقق نجاحات مع المنتخب. بلاش الجوهري، ان معظمنا ما شافش الجوهري، او الجيل الحالي اللي هو في سني ما بين 20 ل 35 سنه مش واعي على الجوهري قوي، انما معظمنا فاكر وحافظ وحب الكوره على جيل حسن شحاته. كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه طبعا، الراجل ده كان بطل كاس افريقيا 2003 مع منتخب الناشئين. مسك المقاولين فاز بيها على الاهلي في نهائي كاس مصر، راح لعب الزمالك في السوبر قدر يفوز. فراجل قدر ياخد بطولات بشباب صغير وفريق في الدرجه الثانيه ويصعد بيه للممتاز. كابتن حسام حسن ما يختلفش كتير عن كابتن رضا عبعال، عن كابتن طارق العشري، عن كابتن حلمي طولان، عن كابتن ايمن رمادي، عن كابتن ايهاب جلال، عن كل الاسامي الموجوده على الساحه، وكامل الاحترام والتقدير لهم طبعا. بس لما تحس ان هم بيلعبوا لعبه الكراسي الموسيقيه، احنا هنبدا السيزون كل واحد فينا ماسك فرقه، بعد 5 6 ماتشات فينا 3 هيتم اقالاتهم لانهم خسروا فيبدلوا مع بعض. هيجي مدرب ماشي كويس مع فرقته هيعمل مشاكل مع الاداره فهيمشي، فهيجيبوا مدرب ساب فرقته ويجي يمسك مكانه، والمدرب اللي مشي هيروح يمسك. يعني ممكن تلاقي 5 مدربين بدأوا في فرق ونهاية الموسم كلهم أثبتوا فشلهم مع فرقهم، فبالتالي كلهم مشيوا وبدلوا مع بعض الفرق وبدلوا مع بعض المراكز وكملوا نهاية السيزون. طيب انت، ده بالنسبة للمدرب الوطني. هل كابتن حسام حسن اختلف عنهم في حاجة؟ هل انتظام النجاح والراجل بقاله 16 سنة ما حققش بطولة؟ مسك فرقة جماهيرية حقق بيها ايه؟ أقصى حاجة المربع الذهبي. اتصرف له مليارات مع بيراميدز ما قدرش يستفيد منها في حاجة. فهنبص ان فكرة المنتخب المدرب الوطني للمنتخب، مفيش حسن شحاتة جديد، مفيش حد يديك الواحد في المية من الثقة. حتى كابتن إيهاب جلال اللي هو نجح مع مصر المقاصة من حوالي 7 8 سنين، لحد اللحظة دي عايش على نجاحه مع مصر المقاصة، رغم ان هو فشل مع المنتخب، فشل مع الزمالك، فشل مع الاسماعيلي، فشل في كل المحطات اللي خدها. ما نجاش غير مع مصر المقاصة لان كان معاه توليفة كويسة. حسين الشحات، احمد الشيخ، شون انطوي، هشام محمد في عزه، كان معاه توليفة جامدة قدر يبني عليها تيم يخش نفس الاهلي على الدوري، حقق نتيجة كويسة في الكاس، اي نعم ما خدوش في الاخر، بس نفس الاهلي لحد اخر لحظة.
طيب احنا ليه ما جبناش مدرب وطني، مدرب اجنبي سوري؟ لسبب صغير. اول حاجه الازمه الاقتصاديه اللي انت فيها، وقد لو كنا وفرنا الفلوس اللي خدها روي فيتوريا كنا نقدر نجيب مدرب محترم بسعر اقل. هيرفي رينار ما اعتقدش ان هو هياخد منك المبلغ اللي كان بياخده روي فيتوريا. الناحيه التانيه انت طبعا مش هتقدر ترجع كيروش اللي هو بنفس الخامه اللي روي فيتوريا فشل بيها. الراجل قدر ينجح بيها الى حد ما ويوصلك للمرحله الاخيره في تصفيات كاس الافريقيا، كاس العالم وتصفيات او كاس افريقيا، وخسر بضربات جزاء قدام منتخب السنغال اللي هو اقوى منتخب افريقيا على الساحه. منتخب السنغال كلنا توسلنا فيه خير في كاس العالم بس للاسف ما حصلش. كسب البرازيل في ماتش ود 4-2. عنده لعيبه قويه في كل المراكز، بس الراجل قدر يسد بيه بنفس اللعيبه الموجوده دلوقتي. طيب انت كيروش ما حطيتش نفسك ارضيه معاه، بالعكس انت فاهم، انت اتنين بيتطلعوا في شرشحوا لبعض قدام الناس اللي هم جابوا اخرها. ده اللي دار حرفيا. هو انت طلعت عايز تنصب على الراجل راح فضحك في الدنيا كلها ان انتوا نصابين، ما عندكوش اهليه التعامل مع البشر، ده بخصوص اتحاد الكوره اللي حاول ياكل وراكل في فلوسه. طيب ليه ما ناخدش الريسك ونمشي على خطى منتخبات حققت نجاحات مع منتخب وطني صغير في السن؟ هات محمد شوقي، الراجل اتعامل مع كيروش، فاهم، الراجل شخصيه قويه، الراجل كان في جيل الذهبي الكابتن حسن شحاته، الراجل سنه لسه صغير، يعني لو مشي كويس معاك فانت حققت نجاح لمده 7 8 سنين مع منتخب مع مدرب وطني صغير في السن، وتديله كل الصلاحيات. راجل عنده استعداد ان هو ينجح، راجل عايز ينجح، راجل عايز يبني لنفسه مجد شخصي، مش مجرد واحد كبر في السن كسر 55 60 سنه فعايز يلم السبوبه ويخلص زي غيره كتير ما عمل. فانت ليه ما تاخدش الريسك ده؟ وعندك تجربتين، السنغال اليو سيسي، الراجل كان معاهم في 2019 وصل نص نهائي بمنتخب هو اللي بناه. 2021 فاز بالبطوله ووصل كاس عالم. السنه دي ما حالفوش الحظ قدام ساحل العاج اللي هو المنتخب التاني اللي هنتكلم عليه، المنتخب على مجموعه على ارضه وسط جماهيره، خسر ماتشين، كسب ماتش، صعد بقبلة حياة من المغرب قدام زامبيا. كانوا مشوا المدرب بالفعل لان املهم اتدمر. فلما صعد جابوا مدرب صغير في السن 39 سنه قالوا كمل. راح جاي مخرج السنغال بكامباك وتعادل وضربات جزاء في الاخر. راح لاعب مالي يعني طرد منه لعيب في الدقيقه 43، سجل التعادل في الدقيقه حاجه و90، سجل الفوز في الدقيقه 120. واللعيبه برضه عندها روح وحافظه فنيات وتكتيك وغير شكل المنتخب وبقى منتخب قوي مرشح للبطوله بعد ما صعد هديه من المغرب قدام زامبيا. ليه ما ناخدش نفس التجربه؟ خلاص كده بقى امر واقع علينا ان كابتن حسام حسن هو الموجود. طيب انت لازم توفر حاجه لكابتن حسام حسن، ودي اللي احنا ظالمين فيها اي مدرب قبله كان جه المنتخب سواء بقى وطني او اجنبي. ما ينفعش يكون المدرب اقل من لاعب. جبت حسام حسن يبقى تعمل حسابك ان في صدام مع محمد صلاح، يبقى الكفه اللي الطب والكفه اللي تكسب كفه المدير الفني. سواء حسام حسن كابتن حسام حسن كان كويس كان وحش حقق نجاحات او لا، بس انت عشان تنجح بمشروع اول حاجه لازم تعمل سيستم قوي يؤهلك للنجاح، مش بتلوش ومستني النجاح يجي. فانت لازم كاتحاد كوره كجماهير نرجح كفه حسام حسن قدام محمد صلاح ايا كان انت معترض عليه او موافق عليه. فكده لازم محمد صلاح يفهم ان بقى في مدرب في المنتخب مدير فني قوي كلمته طب، ولازم كابتن حسام حسن يحط قدام عينه الحادثه اللي هو كان بيحجز فيها ما بين كابتن حسن شحاته واحمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو كان رقم واحد عندك في المنتخب، بيلعب في الدوري الانجليزي في توتنهام، مكسر الدنيا بره، سنه صغير وجه شاف نفسه على المنتخب. كابتن حسن شحاته بشخصيته القويه قدر من اول سيزون ليه او اول بطوله ليه مع المنتخب بغض النظر ان هو بالفعل كسبها ان هو يفرض شخصيته على بقيه اللعيبه كلها. واتمنى يكون ربنا يخيب ظني ونشوف كابتن حسام حسن بنسخه قويه مع المنتخب. السلام عليكم.